تعرف ان سحر الفودو او السحر الاسود هو في الاصل ديانة، وهي ديانة الفودو. واصحاب الديانة دي بيأمنوا بإله واحد واسمه بوندي، والاله دوت هو اللي خلق كل حاجة على الارض. في الوقت الاله بوندي دوت مش بيدخل نفسه في حياة البشر، فده خلاهم يعبدوا آلهة تاني تحت الاله الاصلي اللي هو بوندي، والآلهة ديت اسمها لوا. واللوا باختصار انهم بيعتقدوا ان الصحة ليها لوا، فبيروحوا يصلوا للوا دوت عشان يديلهم صحة. والحب برضه ليه لوا، بيروحوا يصلوا للوا دوت عشان يديلهم حب في حياتهم. والعواطف والابداع والشفاء كل الحاجات ديت ليها لوا. وعبادتهم للوا بتكون عن عبارة ان هم بيقدموا قرابين او بيغنوا وبيرقصوا. بس برضه في نفس الوقت عندهم اعتقاد ان الآلهة ديت بتتمثل في ارواح ابائهم واجدادهم، فالارواح ديت ممكن تكافئهم او تعاقبهم. فهتلاقي اصولهم ان في اغلب طقوسهم بيحاولوا يرضوا الارواح ديت عشان تكافئهم. كمان في ديانة الفودو مفيش حياة تاني، يعني مفيش جنة او نار، هي الحياة اللي احنا عايشينها دي بس. اما بقى اخطر ممارسات عندهم هو السحر الاسود. وعشان يعملوا السحر دوت بيجيبوا عروسة صغيرة من القماش او الخشب، بيفضلوا يغرزوا فيها ابر وهم بيقولوا طلاسم وتعاويذ. وطبعا ده بيكون بعد ما بيحددوا الشخص اللي هيسحروه، وبعد ما بيخلصوا خالص بيمسكوا العروسة ديت بيرموها في النار، وبعديها الشخص دوت بيتسحر وبيتأذي. ده غير طبعا في سحر عندهم بيستعينوا فيه بالشيطان. برضه ليهم في شغل الدجل دوت ان هم بيعملوا تعاويذ للجواز والشفاء والانجاب. خليني اقول لك في الاخر ان اصحاب ديانة الفودو من كتر انشغالهم بالسحر نسيوا ديانتهم خالص، وده بسبب اهتمامهم بسحر الفودو. وبس كده.